نبدأ برنامج شقردي للسنة الثالثة على التوالي، ونظرا لتحقيق النجاحات جدا جميلة في برنامج يوميات شقردي قررنا هالسنة نسوي برنامج أيضا اسمه يوميات شقردي علشان نغطي كل الأحداث والأخبار اللي راح تصير بهالبرنامج. تابعونا حلقة حلقة وراح تعرفون الشقردية شنو يسوون في هذا البرنامج. طبعا شرفني وجودي اليوم بينكم. اعتقد انه فعلا يحق لي ان انا كشخص صار لي 17 سنه في مجال التنميه البشريه ان افتخر في وكاله، وافتخر في اشخاص، وافتخر في هيئه، وافتخر في منظمه، وافتخر في دوله قاعده تشارك وتساعد الشباب على انه يوصلون الى هذا المستوى. طبعا اعرفكم نفسي دكتور اسماعيل الشطي، صار لي تقريبا 17 سنه في مجال التنميه البشريه. من الاشياء اللي افتخر فيها دائما ان انا كنت من الاوائل اخذ الشباب واوديهم برا في سفرات خارجيه تدريب على اداره حياه، ثم بعد ذلك يرجعون الى الكويت يستفيد. لاحظتوا في شغله مهمه هني، ان هي عجله قاعد تدور، ناس تزرع وتتعب عشان ناس تستفيد. واضح؟ زين. هل انا الحين صدق جايكم عشان اقول لكم شلون نزرع الشجره؟ لا، انا اتكلم بفكره لازم تعرفونها، وهي ان التنميه البشريه هي زراعه شجره. هي في الاساس اقصد فيها زراعه منو؟ انسان، صناعه انسان. رحيم، اول شيء انا اشكر كل القائمين على هذا العمل الرائع جدا. والتنميه البشريه في الكويت محتاجه امثال الشقرديه اللي انتم اليوم قاعد تعملون من اجلها، كاسم واختياره، كعمل، كشباب. ما شاء الله عليهم كانوا وايد متفائلين، وحتى السؤال اللي بديت لهم بشوف مستوى التفاعل عندهم كان اول شيء بسيط، لكن بعدين في النهايه كان التفاعل عندهم رائع جدا. عندهم همه عاليه لدرجه ان الساعه 2 الظهر الناس نايمه في بيوتها وحر، لكنهم جايين هني ويسعون، وخاصه اللي عرفت انه جايين من بكر، يعني من فتره طويله. اليوم قاعد اشوف ما شاء الله شباب متحمس ويبي يعطي ويبي يريد يخدم هذا البلد، فاحب اشكركم كلكم على هذا الشعور والوطن اللي فيكم، وامل انه ما يوقف عند حد الجامعه. انا توني قاعد يمكم، ذكرت ايام الدراسه وايام الجامعه مع اني ما كنت احبها، بس الحمد لله استلزمنا المرحله، وان شاء الله يجي دوركم تجتازون المرحله وتقدمون وتعطون من نفسكم الى هذا الوطن المعطاء، وانتم يا شباب انتم مستقبلنا. السلام عليكم، اسمي علي القلاف من مجموعة دوب، وشارككم مشروع يعني اصلاح التعليم. أنا بيب الغانم وفريقي له بموضوع التنمية البشرية. السلام عليكم، معكم شريفة دشتي، فريق دار الهوى، وموضوعنا راح يكون عن الاقتصاد بالمشاريع الصغيرة. السلام عليكم، معكم محمد العتيبي، فريقي هبة ريح، موضوعنا عن الرياضة. السلام عليكم، معكم شار المفتي، فريقي السراية وموضوعنا الصحة.